طيب هناخد اول مثال وهو الكونفرجن ريت. تمام، الكونفرجن ريت اللي هو ايه؟ معدل تحويل العملاء. حد فاكر معدل تحويل العملاء بنحسبه ازاي؟ يعني لو جينا مثلا على السلايد دي، انا عاوز اشوف معدل تحويل العملاء من الاعلانات. المعدل كان عامل ازاي؟ حد يقدر يقول لي بقى بحسب ايه او بحسب ايه على ايه؟ دلوقتي احنا قلنا في الاعلانات جالي مثلا 800 عميل، تمام، 60 منهم اشتركوا. فانا عاوز اشوف معدل التحويل، يعني انا قدرت احول كام عميل من ال 800، فانا ايه المعادله بتاعته؟ حد فاكرها؟ هو يا دكتور، هو احنا نشوف العملاء اللي اشتروا بالفعل على ايوه، الإجمالي اللي دخلوا من الإعلان. كويس. في المية بقى نضربهم في المية. طيب يعني هيبقى كام على كام يا استاذه دكتور شيماء؟ يعني هو الإعلان جاب لي 800 عميل، يبقى طيب. أنا هاخد اللي اشتروا 60 على 800 في 100. طيب صح؟ كلكم احسبوها على الآلة الحاسبة وشوفوا الناتج هيطلع معاكم كام. اكتبوه في الشات او مظبوط يا دكتورة نهى او استاذة نهى. number of converted deal على التوتال deals في 100. تمام، هيطلع كام بقى؟ 60 على 800 فيها الكام؟ 7.5%. طيب تعالوا نشوف الرقم ده صح ولا لا. كلكم حسبتوها؟ طيب هي المعادلة هنا اهي. الكونفرجن بيساوي الكاستمرز اللي هو عدد العملاء اللي هم اوريدي اشتروا، على عدد الليدز اللي كان معانا، فهيبقى 60 على 800 في 100، يعني نسبة كام؟ 7.5%.